بيبدأ الفيلم مع بنت عندها 17 سنة وبتحكي لنا إنها عندها البواسير من كتر الزبادي في الخلاط يعني، وبتحب تدخل أي حمامات عمومية اللي غالبا بتكون مش نظيفة، وبتحط العلاج بتاع البواسير وبتعلمنا الطريقة كمان، وبيكون اسم البنت هيلين. وبنشوف إن الحمام معفن جدا لدرجة إن ريحته وصلتنا هنا حرفيا. وعلشان نعرف القصة تعالوا نرجع فلاش باك. وبتقول لنا هيلين إن أمها كانت بتخليها تغسل الحمامات أكتر من المواعين بحجة إن عضو الستات ممكن يتملي ميكروبات أكتر من عضو الرجاله اللي هو زي ما انتم فاهمين يعني. المهم من هنا بنعرف ان هيلين بتكره امها بسبب كده، ولما كبرت كانت اتعودت ان هي تخش الحمامات اللي مش نظيفه. وفي يوم بتكون هيلين بتلعب مع امها وواقفه في مكان عالي، فامها بتقول لها نطي وانا همسكك، ولكن الغداره مش بتمسكها والبنت بتقع على الارض. فبتقول لها امها اوعي تثقي في حد تاني حتى امك اللي هي انا او ابوكي. وبنشوف هيلين بعدها بتكون كبرت وبتكون معقده نفسيا بسبب تربيه ابوها وامها، وبتبقى مبسوطه وهي في الحمام خصوصا لما بيكون وسخ وعليه جراثيم بالشكل المقرف ده، لدرجه انها بتدور على اوسخ حمام في المنطقه علشان تخشه، وبتعتقد كده انها هتقوي العضو بتاعها، وان المتعه في ان عضوها انه ما يبقاش نظيف، وان كل ما ريحته بقت طبيعيه من غير غسيل كل ما ده جذب الرجاله ليها. يا شيخه القرف ده. المهم بتقول ان عمرها ما تعبت ولا مره بسبب اللي بتعمله ده، وبالفعل بنشوف انها قدرت تجذب الشاب ده بريحتها المعفنه، وبتاخده على الشاطئ وبيعملوا زبادي بالخلاط. وبتقول لنا ان ريحه العضو بتاعها زي زيت الزيتون بالظبط، وكلام سافل كده ما ينفعش اقوله. وبنشوفها بتصور العلاقه اللي بتحصل بينها وبين الشاب، وبعدها بترجع البيت وبتجيب شويه خضار وفاكهه وبتحطهم في البانيو وبتستحمى، والسفله بتبدا تعمل زبادي بالخلاط مع نفسها كمان. وبعدها بتعرفنا على امها وصاحبها لان امها وابوها انفصلوا عن بعض من زمان. وكمان بنعرف انه عندها هوايه تانية وهي انها بتحب تزرع شجر وتلعب بالبذور. وبنشوف ان امها جربت كل الاديان بعد ما انفصلت عن جوزها. وبعدها بنشوف جارة جديدة اسمها كورينا بقت ساكنة جنبهم، ومن عاداتهم انهم لازم يسلموا على الجيران الجداد ويتعرفوا على بعض يعني وكده. بس السفلة بتعاملها بشكل وحش، ولكن امها بتكون لطيفة معاها وبتعاملها كويس. بس القادرة بتفضل تضايقها وبتقول لها ان امها اكيد هتتعرف على راجل جديد وهنمشي من هنا، فعلشان كده ما تحاوليش تتعرفي علينا. وبعد فترة بنتفاجئ إن هيلين وكورينا بقوا أصحاب جدا، وبنتعرف على كورينا وعلى مجموعة من أصحابها وبيكونوا فرقة موسيقية، وبتدخل تريح شوية مع الواد ده اللي بيكون ليه طلبات غريبة شوية أثناء العلاقة. وطبعا مش هنقدر نفسر أكتر من كده، ولكن كورينا الحقيقة مش بتحرمه من حاجة. ومن هنا بنعرف إن كورينا سافلة هي كمان، وإن الفيلم من بطولة 2 سفلة. المهم بنشوف إن الشخص ده بالرغم من إن كورينا عملت له كل اللي هو عايزه في العلاقة بس بيفضحها بين أصحابهم، وتاني يوم بيبدأوا بالفعل يستهزئوا بيها والكل بيبدأ يبعد عنها. وبعدها بترجع هيلين وبنشوفها رايحة عند أبوها، وبتشوفه وهو بيعمل زبادي في الخلاط هو كمان مع واحدة غريبة وسايب الأكل على النار. فهيلين بتلحق الأكل قبل ما يتحرق، ولما أبوها بيشوفها بيقول لها أنت دخلتي إمتى. وبنعرف إن أبوها دبش ودايما بيحرجها بالكلام. مش عارف بصراحة إيه الأهل دول يعني، عالم مريضة، فطبيعي البنت تطلع كده يعني. المهم زي أي بنت عايزة أهلها كويسين بتحاول تكلم أمها وأبوها علشان تقنعهم يرجعوا لبعض، بس أمها وأبوها بيرفضوا. وتاني يوم بتدخل الحمام فبتتوجع جامد لأنها عندها البواسير. وهسيب لكم بقى انتوا تتخيلوا مع بعض علشان ما ينفعش أقول كلام أكتر من كده. المهم بعدها بتخرج وبنشوف إن في دم نزل من رجليها، ولما بتروح المدرسة بنشوف صحابها بيبصوا لها وبيضحكوا عليها وبيكونوا مفكرين إن عندها العذر الشهري يعني. ولكن هيلين مش بتقدر تستحمل الوجع اللي هي فيه وبتروح المستشفى، وبيجي الدكتور وبيكون معاه طلابه اللي بيعلمهم، وبيفضلوا كلهم يتفرجوا عليها لأن البواسير عاملة عمايلها معاها. وبيقول لها الدكتور إنها محتاجة عملية، وبيبدأ يتناقش مع طلابه عن العمليات وبيعرفوها إن العملية هتتعمل بعد أسبوع من دلوقتي. وقبل العملية بتروح تشتغل في المعمل، بس هناك زميلها بيعرف إنها هتعمل عملية البواسير فبيعرض عليها إنه يكشف عليها عنده في البيت وبيديها رقمه. والغريب إنها بتفرح عادي جدا، وبعد شوية بتروح له البيت فعلا وبيعمل الكشف بتاعه زي ما انتوا شايفين كده. مش فاهم كشف ايه بالكشاف اللي هو لابسه في دماغه ده. المهم في الوقت ده بتعرض عليه يعمل معاها حاجات كبار، بس هو المحترم بيرفض. فبتزعل هيلين وبتمشي. وتاني يوم بيجي ميعاد العملية فبيبدأ يفحصها ويتأكد ان حالتها تلزم عملية فعلا ولا لا، وبيطلب منها تقلع هدومها كلها وتبقى من غير هدوم وتلبس القميص الخاص بالعمليات. والسفلة بكل سهولة بتقلع عادي جدا وبيعجبها الممرض كمان. وبنشوف الممرض بياخدها على غرفة العمليات وهي بتكتب أحلامها وأهدافها اللي عايزة تحققها لما تخلص العملية. وهيلين بيعجبها شكل الممرض وبتبدأ تغريه وبتقول له كلام ما ينفعش أقوله الحقيقة يعني، بس هو كلام كبار.
بس وهم في الاسانسير بتدخل ممرضة وبتكون حبيبة الممرض اصلا، وبتكون سمعت اللي هيلين قالته وبتقول لها كده عيب، وبتتضايق جدا الممرضة من حبيبها وبتمشي. ولما بتدخل أوضة العمليات بتقول له إن أهلها كلهم ماتوا، فمش بيصدقها الممرض، فبتقول له بص لعيوني، مستحيل العيون الجميلة دي تكذب، وبيضحكوا لبعض. وقبل ما تمشي بتكتب له رقم أباه وأمها وبتطلب منه إنه يتصل بيهم ويخليهم ييجوا، وشكلها كده عاوزة تصالحهم على بعض. وهنا بنرجع فلاش باك وبنشوف ذكريات هيلين وبتحكي لنا عن طفولتها وعن إهمال أمها وأبوها، ولما كانت بتحاول تتقرب منهم كانوا بيبعدوا عنها أكتر. وكبرت هيلين وهي بتكره أهلها بسبب معاملتهم معاها، بس بالرغم من كده فهي محظوظة لأنها اتعرفت على كورينا، وكان لهيلين الفضل إنها علمت كورينا إزاي تعمل مع نفسها الزبادي في الخلاط، وهي السبب كمان إنها عرفت كورينا على مايكل، ومن وقتها حبوا بعض. ومايكل وكورينا بقى بينهم قصة حب عنيفة جدا، وبيكون مايكل تاجر مخدرات قد الدنيا يالا، وبتكون العلاقة بين كورينا وهيلين مجنونة على الآخر، وبيعملوا زبادي خلاط سوا مش مرة واحدة لأ كتير الصراحة، وعندهم نفس العفانة زي بعض لدرجة انهم بياكلوا البطيخ في الحمام وحاجات تانية مش هينفع اقولها، فتخيل انتوا بقى. وبعدها بنشوف هيلين وهي في المستشفى وبتكون خرجت من العملية اخيرا، وبتطلب من الممرض يتصل باباها وامها، والممرض بيديها هدومها اللي من ضمنها ملابس داخلية وبيكون عليها اثار انتوا فاهمين طبعا. وبالليل بتكون هيلين لوحدها وبتيجي الممرضة بالأكل وبتعرفها إن بعد العملية صعب تعمل حمام. وتاني يوم الصبح بتصحى هيلين وبيكون الجزء التحتاني مبلول، والمشهد كله يقرف بصراحة وريحته واصلة لحد هنا، فبتروح تاخد شاور على طول مع إنها لسه مش قادرة تتحرك، وده طبعا بسبب العملية، بس بتكون خايفة إن الممرض يشوفها بالوضع المقرف ده. ولما بتخلص بترجع الأوضة وبترتب هدومها، وبيخش الممرض والسفلة بتقلع قدامه عادي جدا. ومش بس كده، دي الفجرة بتطلب من الممرض ان هو يصور لها مكان العملية، ولما الممرض بيرفض بتصمم وبتقول له انها عايزة تشوف مكان الجرح وتطمن على نفسها، فالممرض بيوافق في الاخر وبيصورها فعلا وبيتفرجوا سوا على المكان. وبعدها الدكتور بيدخل وبيعرفها ان العملية نجحت وكله بقى تمام، فبتقول له ايوه نجحت بس انا مش عارفة ادخل الحمام بسبب الجرح اللي عملته، وبتوريه الصورة وبينصدم الدكتور وبيقول لها ان الاعراض دي طبيعية، وبتوصل امها وبتكون لسه مش عارفة ايه اللي حصل معاها وبتطمن عليها، وبيفضلوا يرغوا شوية مع بعض. وهيلين بتكون زعلانة لانها ما جاتش وقت العملية، بس امها بتعتذر لها وبتديها حاجاتها الخاصة والمفضلة زي نظارات السباحة والبذور اللي بتحب تلعب بيها، وبتسيبها وبتمشي. وبنشوف هيلين وهي بتراقب الممرض والممرضة من الشباك وبتبقى غيرانة عليه، وفجأة بتحس ان جات لها الحالة وبتبدأ تتخيل ان الممرض معاها وبيعملوا زبادي في الخلاط. ولكن في الوقت ده بيجي ابوها يطمن عليها، وهيلين بتطلب منه انه يقرأ لها مجلة، ولما بيخلص بيكون هيمشي، بس وهو ماشي بيقابل ام هيلين على الباب، فبيبصوا لبعض بالشكل ده وبيكون في نظرات حب ما بينهم، وواضح كده ان هم هيرجعوا لبعض من جديد. وبالفعل بيرجعوا لبعض، وهيلين بتفرح جدا لما بتشوفهم كده. وبعدها بيدخل لها الممرض اللي كان مصورها من شوية وبيكون متوتر، وبيقول لها انه خايف حد يعرف ان هو اللي صورها، لان لو ده حصل هتحصل له مشاكل كتير. بس هيلين بتطمنه وبتبدأ تغريه وبتقرب منه، والممرض بيضعف قدامها وبيعملوا حاجات كبار. ولكن في الوقت ده بتدخل حبيبة الممرض عليهم وبتخرج حبيبها لبره وبتهدد هيلين انها تبعد عن حبيبها، بس هيلين بتسيب كل ده وبتركز في رموش البنت وبتعجبها جدا. انا مش فاهم الصراحة انت عايزة ايه بالظبط، وبتبقى عايزة تقرب منها لدرجة انها اول ما بتطلع من المستشفى بتشوف قدامها بالصدفة بيت دعارة، وبيخطر في بالها فكرة شاذة كده، وهي انها حابة تجرب تعمل زبادي في الخلاط بس مع بنت. وبالفعل بتدخل للبيت وبتختار بنت معينة، وانتم عارفين بقى الباقي مش لازم اشرح. وتاني يوم بتروح هيلين لكورينا وبنشوفهم قد ايه مبسوطين مع بعض وبيقضوا وقت ممتع مع بعض، وكمان بياخدوا شاور سوا، ايوه زي ما بقول لكم كده. وبعد الحمام بتشوف كورينا انه حبيبها مايكل نسي مخدرات عندها وكان مخبيها في كنز بيبسي، بس هو اتلخبط واخد الكنز الحقيقية. وهيلين وكورينا بيفتحوا الكنز وهتك يا شرب وخربوا الدنيا حرفيا، لدرجة انهم بينزلوا الشوارع وبيفضلوا يشربوا. وفي نفس الوقت بيكون مايكل اخد الكنز المزيف وراح عند العصابة، ولما بيكتشفوا ان الكنز ما فيهوش مخدرات بيضربوه. وفي الوقت اللي بينضرب فيه
فيه مايكل بتكون هيلين وكورينا خاربين الدنيا لدرجة إن هيلين بتتعب من البواسير وبياخدوها على المستشفى، وبتيجي أمها علشان تطمن عليها وبتشوف طيبة قلبها مكشوفة فبتغطيها وبتقول لها إن كده عيب على أساس إنها فارقة معاكم يعني. المهم هيلين بترجع تكشف نفسها تاني وبتقول إن الجو حر فلازم تصدرها للهوا كده، وتاني يوم بتطلب أكل وبيجي الممرض وبيجيب لها الأكل وبتطلب منه يجي ياكل معاها. بس وهما بياكلوا بتبدأ تحكي له قصص بلس 18 عن العلاقة وحاجات ما ينفعش أقولها. وتاني يوم بتطلع هيلين من المستشفى وبتقابل كورينا اللي بتقول لها إنها حامل من مايكل، بس السفلة بتزعل منها وبتقول لها إزاي عايزة تتجوزي مايكل وتخونيني يا خاينة، وبتزعق لها. فكورينا بتخاف منها وبتسيبها وبتمشي. ولأن هيلين زعقت كتير فالبواسير بتتعبها تاني وبترجع للمستشفى وبتبدأ تشوف كوابيس وحشة من وقت للتاني، ومش بتبقى عارفة ده حقيقي ولا مجرد حلم، وكل أحلامها بتكون عن مشاكل أبوها وأمها. وبعد فترة أبو هيلين بيجيب لها مخدة شبه البالونة علشان تقعد عليها، وللأسف بيقول لها إن هو وأمها اتخانقوا مع بعض تاني وسابوا بعض. وهنا هيلين بتزعل وبتعيط، وبيدخل الدكتور وبيشوف المخدة وبيعرفها إن العملية بتاعتها سهلة ومش مستاهلة تقعد على بالون بالشكل ده، وإنها بقت كويسة وتقدر تخرج. ولكن هي بترفض إنها تخرج، بس الدكتور بيصمم إنها تمشي بكرة لأن الجرح بطل ينزف خلاص. ولما بيمشي الدكتور هيلين المجنونة بتعمل حاجة خطيرة. شايفين الحديدة دي؟ هيلين بقى بتقعد عليها علشان يحصل لها نزيف وتفضل في المستشفى، وبسبب كده كانت هتفقد وعيها لولا إن الدكتور لحقها على آخر لحظة وبيدخلوها العمليات علشان يقفلوا مكان الجرح. وبنشوف إن هيلين طول الوقت بقت في المستشفى وبقت رافضة تخرج منها، وبتفضل تعمل في حوارات علشان تفضل في المستشفى، وكمان لأنها حبت الممرض اللي بتفضل تعمل معاه الزبادي في الخلاط كل يوم. بس بنشوف إن بعد فترة طويلة ما بقاش في حاجة تاني تفضل بيها في المستشفى، والأول مرة بنشوفها وهي بتعيط بجد علشان حست بالاهتمام من اللي حواليها عكس أبوها وأمها اللي مش سائلين فيها أصلا. وبتقرر إنها تستسلم وتخرج من المستشفى، وبما إنها حبت الممرض بتروح تدور عليه، بس للأسف مش بيكون موجود في المستشفى، وبتسأل الريسبشن عليه وحبيبة الممرض كمان، بس طبعا هي مش بترضى تقول لها على مكانه. وفي الآخر بتضطر إنها تخرج وتطلع من المستشفى، وبتكون الدنيا في الوقت ده بتمطر. بس المفاجأة بيجي الممرض من وراها وبيفرح بيها وبيقول لها أخيرا طلعتي، والسفلة بتقول له إنها بتحبه فبيقول لها وأنا كمان بحبك والله. والرخيصة بتطلب منه إنه ياخدها معاه على البيت، وبتركب معاه العربية بالفعل وبتقول له أنا عايز أعيش معاك بقية عمري. وبيمشوا بالعربية تحت المطر، وبتخرج من الشباك تصرخ بصوت عالي علشان خلاص هتبدأ حياة جديدة مع حبيبها.